السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم عندنا موضوع صادم، موضوع اللي كيهز القلب قبل العقل. تصاور كتشوفوها في الاخبار وسائل التواصل، جرافات عملاقه كتهدم فيلات، قصور وحتى ديور بسيطه، اللي خسر الملايين واللي جمع ريال على ريال باش يبني سقف. المشهد واحد ولكن الوجع مختلف. الواحد كيشوف استثمار حياته كيسقط قدام عينيه، واحد اخر كيشوف احلام ولادو كتمشي في التراب. سؤال كبير هنا هو علاش؟ واش بصح غير الاستعدادات لكاس العالم 2030 ولا كاين حوايج اخرى مخبيه ما كيبانوش؟ اليوم في هذا الفيديو غادي نحاولوا نفكوا اللغز، غادي نوريكم شنو كيقول القانون، وغادي نعطيو خطه عمليه باش اي واحد فينا يعرف كيفاش يحمي راسو والممتلكات ديالو. خليو عينيكم معنا، حيت اللي غادي تسمعوا اليوم ممكن يكون الفرق بين ضياع ملكيه العمر وبين انك تحافظ عليها. قبل ما نبداو، الا كانت هذه المواضيع كتهمكم وكتبغيو تفهموا امور على حقيقتها، ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناه وديروا واحد لايك باش تدعمونا نكملوا في هذا المحتوى. يلا نبداو بالسؤال اللي مخلي كل شيء حير. حيت كنا مولفين كنشوفوا الهدم في الاحياء العشوائيه او البنيه اللي بلا رخصه، وكنا كنقولوا معقول هادشي خلق القانون. ولكن فاش كيوصل الامر للقصور والفيلات في مناطق بحال هرهوره ولا ضواحي مراكش، مناطق اللي الثمن ديال متر مربع فيها خيالي، هنا القضيه كتولي اكبر. كيفاش ممكن الفيلا عندها التيسر ديالها وجميع الوثائق ديالها فجاه يجيها قرار الهدم؟ واش هذه رساله باللي حتى واحد ما فوق القانون، ولكن شي سبب اخر مخبي ما كيبانش لينا؟ اذا البرنامج ديالنا اليوم واضح. اولا غادي نحلوا الاسباب الحقيقيه لهذه الحمله، الظاهره منها والخفيه. ثانيا غادي نتعمقوا في القانون باش نعرفوا اشنو هي المساطر القانونيه للهدم والنزع الملكيه. واخيرا وهو الجزء الاهم، غادي نقدم لكم هنا في القناه دليل تطبيقي مفصل بالخطوات اللي خاصكم تتبعوها باش تحميوا راسكم والممتلكات ديالكم. الجزء الاول، صدمه الاثرياء ووجع الفقراء. هنا غادي نشوفوا ارقام وحجم حقيقي ديال هذه الظاهره. راه ما كنتكلموش على حاله ولا جوج، كنتكلموا على حمله منسقه بدات في الرباط ودازت للكازا ومحمديه ووصلت لمراكش واكادير وحتى مدن الشمال. حمله خلقت رجه في المجتمع المغربي وخلات الناس كيتساءلوا على مستقبل الملكيه العقاريه في بلادنا. هذا الشيء خلق واحد الجدل كبير في المجتمع، بين المؤيد كيشوف انها ضروري لتنظيم البلاد، معارض كيشوف فيها تمادي في استعمال السلطه. وهنا فين كيبان ان التاثير ماشي بحال على كل شيء. فاش كنمشيو للاحياء الشعبيه قصه مختلفه تماما. هنا ما كنتكلموش على استثمار، كنتكلموا على عمر كامل ديال الشقه والتضحيات. الناس باعوا اللي من وراهم واللي قدامهم باش يبنيو دوك الديور. بالنسبه لهم هادو ماشي غير خساره ماديه، ومسح للذكريات وتدمير الاستقرار الاسري. كيطالبوا حقهم في السكن البديل والتعويض اللي يضمن لهم كرامتهم. في المقابل فاش كنشوفوا الاحياء الراقيه، كاينه واحد الفئه اللي شافت فيها فرصه للاظهار الوطنيه وقالوا بلادنا هي الاولى وان هادشي ضروري للتنميه. ولكن كاينه فئه اخرى اللي حست بالغدر، حيت استثمروا ملايين على اساس ان الوضعيه ديالهم قانونيه 100%، وفجاه لقاو راسهم في مواجهه قرار اداري صارم. هاد الصدمه كتجي من الاحساس بان الحصانه اللي كانوا كيعتقدوا انها عندهم تبخرت رسميا. السلطات كتقول ان السبب الرئيسي هو استعدادات لكاس العالم 2030. طبعا تنظيم حدث بحجم كاس العالم هو مشروع دوله ضخم، وما كاينش شك ان المغرب باغي يبان في احسن صوره، وهذا الشيء كيطلب بنيه تحتيه عالميه، طرق سياره جديده، خطوط ترامواي، فنادق ضخمه وتوسيع المطارات. من هذا المنظور روايه رسميه منطقيه. ولكن واش بصح كل هذه البنايات اللي كتهدم واقفه فعلا في طريق هذه المشاريع؟ ولا هذا الحدث العالمي هو غطاء مثالي لتمرير اجندات اخرى بحال المضاربه العقاريه او تصفيه حسابات معينه؟ هذه التساؤلات هي اللي كتخلينا نقلبوا على ما وراء الروايه الرسميه. دابا اجي ندخلوا الكواليس، اجي نشوفوا داكشي اللي ما كيتصورش في الكاميرات وما كيتكتبش في التقارير الرسميه. هنا فين كاين البيت القصيد، حيث كاين فرق كبير ما بين السماء والارض، بين القانون كيف ما هو مكتوب في الكتوبه وقانون كيفاش كيطبق على عباد الله في ارض الواقع. هاد الفجوه هي اللي كتخلق الظلم وكتخلي الناس يفقدوا الثقه. تخيل معايا موظف من السلطه كيدق عليك وكيقول لك خاصك تخوي وتهدم بلا ورقه بلا وثيقه رسميه وبلا ختم. هادشي ماشي غير كيطيح من قيمه القانون، ولكن كيحرم المواطن من ابسط حق عنده، حق الدفاع. حيت الا ما عندكش قرار مكتوب كيفاش غادي تطعن فيه في المحكمه؟ ضد من غادي ترفع الدعوه؟ هاد الاوامر الشفويه هي سلاح خطير كتحل الباب على مصراعيه للتمادي في استعمال السلطه، وكتخلي المواطن في موقف ديال العجز التام، لانه ما كيعرفش حتى شكون هي الجهه اللي عطات الامر وشنو هو السند القانوني ديالها. وفي وسط هاد الغموض وهاد الفراغ اللي كتخلقوا الاوامر الشفويه كيظهر واحد المصطلح اللي ولا كيدور بزاف وكيخلع: المافيا العقار. هاد المصطلح ما كيعنيش مجرد اشخاص، ولكن شبكه منظمه ومعقده كتستغل هاد الظروف باش تحقق المصالح ديالها. شكون هي اذا هاد المافيا العقار وكيفاش كتخدم؟ هاد الشبكه مثلا كيقدر واحد السمسار يتفق مع موظف في المقاطعه باش يحصل على معلومات على ارض معينه فيها مشاكل في الوراق او الملك ديالها غائب، ومن بعد كيدخل الرجل
رجل اعمال كبير على الخط باش يوفر التمويل، وكيتكلف المحامي او الموظف المتواطئ باش يقلب على ثغره قانونيه او يصاوب اوراق مزوره، كيجيبوا شهود زور يشهدوا ان الارض ديالهم، وفي الاخير المواطن العادي كيلقى راسو تجرد من الملك ديالو بطرق كتبان قانونيه ولكن في الاصل عمليه نصب متقونه. هاد الشبكه كتستغل الثغرات والفساد باش تسيطر على السوق وتحقق الارباح خياليه على ظهر الناس، وهذا الشيء كامل كيجي في واحد السياق ديال التحول خطير في العقار. فاش كان العقار رمز للثروه كان عنده قيمه اجتماعيه وقدسيه وقانون كان كيحميه. دابا فاش ولا مجرد سلعه ولا بحال اي حاجه كتباع وتشرى في السوق. هذا الشيء اللي خلى المضاربه توصل لمستويات جنونيه. الاراضي اللي تهدموا ديور الناس عليها اليوم غدا تقدر تبان فيها ابراج سكنيه فاخره كتباع ملايير سنتيمات. المستفيد الاكبر هو المضارب الكبير، والضحيه هو المواطن اللي كيحلم غير بسكن معقول او لحد تحويجه العمر طرف ديال الارض. هذا التحول هو اللي كيخلي حقوق افراد تبان صغيره قدام مصالح اقتصاديه كبيره. كيفاش تحمي راسك والممتلكات ديالك؟ من بعد ما فهمنا الحجم المشكل والتعقيدات ديالو، دابا وصلنا للجزء العملي واكثر الاهميه، كيفاش تحمي راسك والممتلكات ديالك. هنا غادي نعطيكم خطوه كامله خطوه بخطوه. ركزوا مزيان في هذه المعلومات لانها ممكن تكون مصيريه. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم دابا هو خلاصه ديال التجارب وخبراء، معلومات قليل فين غادي تلقاوها مجموعه بهذا الوضوح قبل ما تحط ريال واحد. الوقايه خير من العلاج. اول خطوه شهاده الملكيه من المحافظه العقاريه. الا ما تاكدتيش منها راك تقدر تشري العقار ديجا محجوز عليه من طرف البنك او عليه نزاع بين الورثه، تقدر تضيع فلوسك كلها. ثاني خطوه تصميم التهيئه. خاصك تعرف الارض اللي غتشري واش مخصصه للسكن ولا مساحه الخضراء ولا منطقه صناعيه. الا شريتي الارض في منطقه مخصصه للمساحات الخضراء على اساس انك غتبني فيها فيلا، راك بحال الا لحتي فلوسك في البحر حيت عمرك غادي تاخذ رخصه البناء. والنقطه الثالثه ان النوطير كيوثق عمليه البيع والشراء ولكن مش هو اللي كيمشي للجماعه والوكاله الحضاريه باش يتاكد من الوضعيه التعميريه للعقار. هذيك مسؤوليه خاصه بك انت بوحدك. مزيان شريتي وتاكدتي من كل شيء. دابا كيفاش تامن الوضعيه ديالك؟ اولا رخصه البناء. ممنوع تبدا تحفر ولو حفره واحده قبل ما تكون عندك رخصه في يدك. ثانيا وهذه النقطه حساسه جدا، الالتزام بالمخططات. رخصه ولا البلان اللي تصادق عليهم هما بحال العقد بينك وبين الدوله كتعطيك الحق تبني بشرط انك تحترم داك العقد حرفيا. اي تغيير واخا يكون غير شبر بحال تزيد بالكو او لا تبدل الشكل ديال الشرجم هو خارق لهذا العقد وكيعطي للدوله حق تفسخ من جهتها. الفسخ هنا كيعني الهدم. القضيه ما فيهاش نقاش والدوله اليوم ولات كتسهل هذه الاجراءات عبر منصات رقميه بحال الرخص. ولكن خاصنا ما نساوش الناس اللي ما عندهمش امكانيات الولوج للانترنت. واخا خديتي كل الاحتياطات ممكن لا قدر الله توصل بمشكل او قرار الهدم. هنا اهم حاجه هي ما تخلعش وما تسرعش. الهدوء والتركيز والتصرف السريع ولكن بعقلانيه هو مفتاح الحل. اشنو دير في ديك اللحظه؟ هذا جزء مهم بزاف لانه كيعطيك خطه عمل واضحه في اسوأ المواقف. اولا علاش خاصك تطلب قرار مكتوب؟ حيت هو الدليل الوحيد اللي عندك باش تمشي به المحكمه. بلا به قانونيا ما كاين والو وما تقدرش تدافع على حقك. ثانيا علاش توثق كل شيء؟ حيت المحامي ديالك غادي يحتاج هذا الملف كامل باش يبني الدفاع ديالك. كل ورقه وكل صوره وكل تفصيل صغير ممكن يكون هو اللي غيربح لك القضيه. ثالثا علاش المحامي؟ حيت الاجال القانونيه في الماده الاداريه صارمه وما كتسناش. الا داز 60 يوم صافي حقك في الطعن كيمشي. ورابعا علاش الخبره الهندسيه؟ حيت القاضي الاداري كيبني الحكم ديالو على الحجج الماديه. تقرير السلطه كيقول ايله للسقوط والتقرير ديالك من عند المهندس مستقل كيقول سليمه. هنا القاضي كيولي عنده جوج ديال الادله متناقضه وما كيقدرش يحكم بالهدم بسهوله. الاداه القانونيه الاقوى اللي عندك هي دعوه الالغاء اللي كترفعها في المحكمه الاداريه. الهدف منها هو ان القاضي يلغي القرار ديال الاداره بحجه ان هذا القرار كان فيه تجاوز في استعمال السلطه. اشنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني مثلا ان الاداره استعملت مسطره بنايه ايله للسقوط باش تهدم دارك ولكن السبب الحقيقي هو انها باغيه تدوز الطريق من تما. هنا كتكون الاداره تحايلت على القانون واستعملت السلطه ديالها لغايه اخرى غير اللي محدده لها في القانون. والقاضي الاداري الدور ديالو هو يراقب هذه التجاوزات. ولكن باش المحكمه تقبل هذه الدعوه كاين شروط. خاصك تحترم الاجل القانوني ديال 60 يوم وخاص تكون عندك مصلحه شخصيه مباشره. وكاين اجراء مهم اخر هو انك تقدر تطلب من القاضي ايقاف التنفيذ. هذا الطلب حاسم لانه هو اللي كيضمن ان الجرافات ما غاديش تجي تهدم لك دارك بينما المحكمه باقا كتدرس الملف. هو بمثابه تجميد القرار حتى يصدر الحكم النهائي. الا ما حكمتش لك المحكمه وقف التنفيذ راه ممكن الاداره تنفذ الهدم واخا الدعوه ديالك باقا جاريه. في بعض الحالات الهدم كيكون ضروري للمصلحه العامه وما كاين منه هروب. ولكن حتى في هذه الحاله فاش كيكون الهدم ضروري للمصلحه العامه القانون ما كيتخلاش عليه، بالعكس كيفرض على الدوله تعطيك حقوق وتعويضات. خاصك غير تكون عارفه باش تطالب بها وما تخليش حقك يضيع. بالنسبه للمالك اشنو كيعني تعويض عادل ومنصف؟ كيعني ان الدوله خاصها تعطيك فلوس اللي تقدر تشري بها عقار بحال ديالك في نفس المنطقه وبنفس المواصفات والثمن ديال اليوم، ماشي بثمن شحال هذه باش شريتي. كيتم تعيين
تعيين خبير محلف هو اللي كيحدد هذه القيمه السوقيه. وبالنسبه للمكتري هاد الحقوق ديالو مهمه بزاف وبزاف الناس ما كيعرفوهاش. القانون كيحميه باش ما يلقاش راسو في الزنقه بليله وضحاها وكيفرض على الملك جديد يعوضه. اما الحرفيين فغالبا ما كيكونش عندهم سند قانوني مباشر بحال الملك والمكتري، ولكن الضغط ديال المجتمع المدني والسياسي كيلعب دور كبير في ايجاد حلول ليهم حيث كيفقدوا مصدر الرزق ديالهم. وفي الختام ديال هذا التحليل كنخرج بواحد الخلاصه مهمه. المشكل الكبير في المغرب ماشي هو غياب القوانين موجوده وكتوفر اليات حمايه قويه. المشكل الحقيقي كاين في التطبيق ديالها وفي غياب المساءله. هذه هي كلمه المفتاح. المساءله كتعني ان اي مسؤول كيف ما كان المنصب ديالو الا ثبت انه تجاوز السلطه ديالو ولا طبق القانون بمزاجيه خاصو يتعاقب. فاش كتكون المساءله كل واحد كيدير خدمته وهو عارف ان كاين اللي كيراقبوه، وهذا الشيء هو اكبر ضمان لحقوق المواطنين. اذا كنبقاو قدام سؤال كبير ومحوري بين الرغبه في التنميه وتحقيق المشاريع الكبرى وبين ضروره حمايه حقوق المواطنين وملكياتهم الخاصه. واخا القوانين كاينه، واخا الحمايه مكتوبه في الوراق، الحقيقه اللي لمسناها اليوم هي ان التطبيق فيه بزاف ديال المشاكل. اللي عارف حقوقه واللي كيطالب بها كيقدر يوقف قدام اي قرار ظالم، اما اللي ساكت غادي يبقى ضحيه سهله. اذا خوتي خاصنا نكونوا واعيين، خاصنا نعرفوا حقوقنا وما نخليو حتى واحد يلعب بها. قولوا لي انتم في التعاليق واش هاد الحملات عادله ومنطقيه ولا ظلم كيمس الفقراء قبل الاغنياء؟ ما تنساوش تدعموا القناه بلايك والاشتراك وتشاركوا الفيديو مع صحابكم باش توصل المعلومه لاكبر عدد ممكن. الى هنا كونوا سالينا، نتلاقاو في حلقه جايه مع موضوع اخر مهم بزاف.